السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل كحك العيد الدايب دوب كده، بسم الله ما شاء الله، بطريقة أجدادنا وأمهاتنا، بالطريقة التقليدية. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة كمان، يعني مش هتكسلي وهتقومي على طول تعملي الكحك الحلو ده. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. أنا معايا 4 كيلو من الدقيق. طبعا زي ما تحبي بقى، انت عايزه تحبي تعملي بسمنه بلدي، بسمنه زبده، بسمنه كريستال، روابي، اللي يعجبك. انا معايا 4 كيلو من الدقيق، عليهم 2 كيلو سمنه. اللي عندي بصراحه سمنه كريستال، ريحتها حلوه ومعتمدها، انا بعمل بيها الكحك والبسكوت. عملت وزنت كده دولت، انا وزنتهم يعني مش كده لا، 2 كيلو. ومعايا كيلو ونص من اللبن، ومعايا كيلو ونص من الملبن. مجهزاه كده ومنفضاه كده خالص من النشا. ومعايا كوبايه سكر لكل كيلو من الدقيق. معلقتين من السكر، في ناس بتحط معلقه سكر، انا بحط لكل كيلو دقيق معلقتين من السكر. وهحط على ال4 كيلو معلقه كده من الخميره، وكمان هاخد كمان ايه، نص كده، يبقى معلقه ونص من الخميره من المعالق الكبيره. ده لو احنا يعني عشان الجو برد، مش هيخمر معاكي بسرعة يعني. ومعايا بقى الروايح، الازازة دي انا جايباها من عند العطار، اسمها ريحة الكحك ب10 جنيه. لو مش متواجد ان انت تجيبيها، انا كنت جايبه ال3 روايح دولت من المحل عادي خالص. والفانيليا ومعايا باكوين من البيكنج باودر. هنزل بقى السمنه بتاعتي كده في الحله، علشان طبعا انا هعمل الكحك بتاعي على السخن. ما عمريش عملته خالص على البارد، لان بصراحه احلى طريقه ان انت تعملي بها الكحك هو ان انت تكدحي السمنه وتسخنيها، بيعيش معاكي وقت اطول. وطيابه بيبقى حلو معاكي، وتحسي ان انت بتاكلي حاجه خشنه كده وحلوه ومقرمشه. مش زي ما بيبقى على البارد، بيبقى تحس ان هو مرطب في بقك. وزي ما تحب برضو، بس انا بصراحة ارجح يعني ان على السخن اللي بيبقى سخن ده بيبقى حلو. طبعا انا هعمل الملبن، هعجن الملبن من نفس، خدت شوية سمنة من نفس السمنة اللي انا بسخنها، يعني ما بتجيبيش سمنة تاني خالص. الملبن او السمسم هي نفس السمنة اللي انت وزنها من ال2 كيلو. عجنت الملبن بتاعي كده بمعلقتين بس من السمنة السايحة، عشان بس ايه ما يلزقش معاكي. خلاص انا عجنت الملبن بتاعي كده، هجيب بقى صينيه مدهونه من الزيت من السمنه، وتبلبعيه بقى صغير خالص على قد الكحكايه. انا بصراحه بحب الكحكايه كبيره، فهعمل ملبنيه كبيره على حسب ما انت ما بتحبي. زي ما بتحبي الكحك صغير كبير، اعملي الحجم اللي انت حباه كده. طبعا تكوني دهنه طبعا الصينيه وتفرديه عشان ما يلزقش في بعضه. فردته خالص كده وعملته، طبعا السمنه على النار بتتجدح. هجيب السكر انزل بيه في اللبن. انا حطيت اللبن بعد ما كنت غليته وبرد، حطيته في طبق من البلاستيك كده. دول كيلو ونص من اللبن. في ناس تقولك الكيلو الدقيق ليه كوبايه بس من اللبن. على حسب ما كل واحد متعود بصراحه. ودي الخميره انا اختبرتها، هي طبعا كويسه، بس انا اختبرتها عشان اوريك انت لازم تختبر الخميره، عشان الكحك لازم يخمر. ما ينفعش ان انت تحطيه كده وتخبزيه وتطلع الخميره فسدانه، فمش هيخمر معاكي، فبالتالي مش هيبقى حلو. اختبرتها طبعا زي ما انتم شايفينها، دي خميره فوريه، ولو عايزه ولو حابه تحطي من الخميره البيره براحتك، كله شغال برضو. وهنزل كمان بالروايح والفانيليا، كله هنزل بيه في اللبن كده، علشان طب ما تيجي تبس الكحك، هتحط على طول اللبن. يبقى انت بقى ما تقعديش تحط فانيليا، ولا لو حابه تحطي على العجينه دي براحتك برضو، اللي يريحك. بس انا اللي يريحني بصراحه، واللي شايفه ان هو مريح، ان انا بنزل بكل الروايح والفانيليا على اللبن كده والسكر، وادوبهم حلو مع بعض كده، وهنزل بالروايح اهو. طبعا انا استبعدت، انا كنت جايبه ريحه الموز وريحه جوز الهند وريحه البرتقال. قبل ما اجيب ريحه الكحك دي من عند العطار، استبعدت ريحه البرتقال وحطيت الازازه بتاعت ريحه الكحك. واستبعدت البرتقال عشان ما يبقاش روايحه كتير قوي، يعني تحسي ان انت بتاكلي روايح في بقك كده. وهحط البيكنج باودر على الدقيق، ولو حابه تحطيه على اللبن برضو شغال. كده شغال وكده شغال. حطيت انا بكوين من البيكنج باودر وهقلبهم حلو في الدقيق. وطبعا هجيب رشه من الملح، عشان الملح ده سنه على الرسول عليه الصلاه والسلام. نحط رشه كده من الملح على اي مخبوزات، حط رشه من الملح، حاجه بسيطه. وهنزل بقى، طبعا انا اختبرت السمنه وعرفت ان هي سخنه. بتعرفيها ازاي؟ ممكن تاخدي الدقيق جنبك وتحطي معلقه على الدقيق كده، ولو لقيتيها بتفور تعرفي ان هي سخنه. لقيت الدقيق لسه ما فرش، يبقى لسه السمنه بتاعتك ما قدحتش كويس.
هتقلبي بقى كده بالمقصوصة عشان طبعا السمنة سخنة، ما ينفعش تقلبي بايديكي عشان هتبقى سخنة نار، مش هتعرفي تقلبي اصلا وهتتعبك يعني. هحط حبة بحبة كده عشان اعرف اقلب، لان كل ما بتقلبي بتحسي انها بتتقل معاكي، العجين بيتقل معاكي لغاية ما بتخلصي تقليب وتحسي ان العجينة معاكي طبعا ايه، بتكون بردت كده. انا هحط بقى على طول، انا عارفة يعني مش تحشيش بقى سمنة وتقولي هيبقى ناعم. هو عبار الكيلو الدقيق عليه نص كيلو من السمنة. طبعا حشت شوية من السمنة كده في الحلة بتاعتي، نزلت بيهم بين السمسم وهي سخنة. انا مش عايزة السمسم بتاعي احمر يا جماعة، ولا تحمصيه على النار ولا اي حاجة. انا بس بطلع الرطوبة اللي فيه والسمنة سخنة والحلة سخنة. انا ما كنتش عارفة امسك اعمل بايديا طبعا لان سخنه. انا بس بطلع الرطوبه بتاع السمسم، لان انت لو حمرتيه هيتحرق منك وهو على وش الكحك كده في الفرن. وزي ما تحبي برضو، زي ما انت متعوده بتعملي ايه، انا بعمل بصراحه كده. وهبس بقى كده زي ما انتوا شايفين كانك بتعملي ايه، المبروم، بتبسي كده بايديكي لغايه ما يبقى حبيبات معاكي كده. وطبعا هو سخن، ما ينفعش خالص تحط اللبن دلوقتي وعليه الخميره وهو سخن، هيفسد معاكي الخميره على طول لو حطيت اللبن. لازما لو عندك مروحه، لو انت مستعجله هتحطيه قدام المروحه او تفرضيه على صينيه كبيره كده. طبعا انا صبرت عليه وسبته يجي نص ساعه افرك فيه كده وسبته وقمت لغايه ما برد تماما. هنزل بقى باللبن، وطبعا اللبن فيه الخميره وفيه الروايح بتاعته وفيه السكر. وهعجن بقى. طبعا حد هيقول لي ده اللبن كتير، ده بقى شايفه عامله ازاي؟ لا خالص. هيشرب اللبن الدقيق الفينو، يعني طبعا بيختلف من دقيق لدقيق. بس طبعا هو هيشرب اللبن. انا هحط الكمية كلها قدامكم. ده 4 كيلو من الدقيق اخدوا معايا كيلو ونص كاملين. يعني تقريبا الكيلو اخد معايا ربع كيلو و100 جرام يعني، تقريبا كده يعني. بس انا بصراحة عارفة عبار ال4 كيلو بحط لهم كيلو ونص كل سنة لبن وبالدقيق بيشربوا. هاعمل بقى ايه، طبعا بدوب كده اللبن في العجينه خالص لغايه ما احس ان بقت عجينه معايا. باقي شويه اهمت. طبعا بلفه كده علشان اي روايح اي سكر لسه ما دابش يكون دايب في اللبن، وتنزل كل الكميه اللي انا حطاها على العجينه. هادوّبها خالص، ومجرد أنتِ ما بتحطّي على طول بتحسّي إن العجينة بتشرب معاكِ اللبن. وكل أمّا تحسّي، طبعًا إحنا نسيت أقول لكم لو حابة تحطّي مَيّة بدل اللبن حطّي. أنا بصراحة عمري ما جرّبته بالمَيّة، بس بصراحة عمري ما على طول باعمله باللبن وبتطلع معايا النتيجة مرضية وبابقى مبسوطة. عشان كده باعمل زي ما باعمل كل سَنة. طبعًا أنا عجنت العجينة معايا طبعًا وعجنتها حلو. عجين الكحك ما هو إلا عجين. ما تقولوش ما بيتلتّش ما بيتعجنش، الكحك ما هو إلا عجين. طبعًا هتعمليها دايرة كده وتنزّلي صُبعِك فيها. لو حسّيتيها إن هي بتشقّق من كل ناحية كده، اعرفي إن هي لسه محتاجة شوية لبن أو شوية مَيّة. طبعًا العجينة طبعًا معايا مضبوطة خالص. هاجيب المنقاش وهاختبرها كده، ولو لقيتها بتشد في المنقاش تبقى محتاجة برضه شوية من اللبن أو شوية من المَيّة، أو تلفّيها شوية على إيديكِ لو حسّيتِ إن هي ليّنة. لو لقيتِ العجينة معاكِ ليّنة وواخدة مقدارها من السوائل، اعرفي إن هي عايزة شوية عجن معاكِ بس. طبعًا أنا نقشتها أهوّة. طبعًا أنا ما حشيتهاش، أنا نقشت بس كده. جرّبتها بالمنقاش لقيتها 10 على 10. هابدأ بقى إن أنا إيه، مش هاسيبه يترفع ولا يختمر ولا أي حاجة خالص. أنا بدأت بقى إن أنا أبلبل كده، أعمل حاجات زي ما الحجم زي ما أنتِ حابة تعمليه اعمليه، علشان تسيبيه يشمّع معاكِ، عشان كل ما يشمّع معاكِ تعرفي تحشيه، وتعرفي كمان إن أنتِ تنقشيه بالمنقاش. طبعًا أنا بقيت أجيب الكرة اللي أنا عاملاها صغير أوي ده، عاملة يعني في حجم البيضة أو الليمونة كبيرة شوية، وأفردها أفتحها كده وأعمل فيها دايرة، وأنزل بقطعة الملبن وألفّها حلو، علشان الملبن لمّا تنقشيه أو تخبزيه في الفرن ما يطلعش معاكِ ويسيح كده ويبقى شكل الكحكاية الملبن طالع منه. لأ، اخدميها حلو وضبّطيها كويس كده، ولفّي عليها الحتة. ولو حسيتِ إن العجينة يعني مش هتكفّيها، أو حسّيتِ إن البلبناية كبيرة والعجينة صغيّرة، خُدي حتّة عجينة عادي وقفّلي بيها عادي، مش هيجرى أي حاجة. ده كحك أنتِ قاعدة تعمليه، ما هوّاش كحك عروسة ولا أي حاجة، ده كحك البيت. وبيطلع والله بيبقى بسم الله ما شاء الله أحلى من المصنع وأحلى من الفران. وبسم الله ما شاء الله زي ما أنتم شايفين ال4 كيلو مالوا لي ال4 صواني اللي أنتم شايفينهم دُولة كده أهو. يعني تقريبًا الكيلو بيعمل صاج أو صينية زي ما أنتم شايفين. أنا باعمل 4 كل سنة.
كل سنة باعملهم هم دول العبار. طبعًا طلعت ولّعت الفرن بعد ما اتقدح، شايفين الولعة أهيّة، وطبعًا أنا استنيت عليه تقريبًا يعني بعد ما خلّصت لمّيت الحاجة كده على طول و10 دقايق وحطيت أول صينية أنا اشتغلت فيها. لإن طبعًا أنا كنت باشتغل أنا وبنتي بس، وبدأنا يعني خدنا وقت شوية على ما خلّصنا، فطبعًا الكحك بيكون ارتفع وخمر معاكِ، فما تستنيش عليه كتير عشان ما يفلّقش منِّك ويزيد في الخُمر. طبعًا أنا طلّعته أهوّة من الفرن، طبعًا أنا قاعدة قدّام الفرن أقلّب طبعًا آسفة أديّر الصينية يمين وشمال عشان يستوي من كل ناحية، وشايفين ما فيش ملبن طلع من الكحك أهوّة، طيابه 10 على 10 من فوق ومن تحت. ما هوّاش ني خالص، هافتح لكم كحكة دلوقتي وهتشوفوا إن الكحك مستوي بسم الله ما شاء الله، يغيب معاكِ سَنة، سَنة كاملة يغيب معاكِ لإن أنا مطيّباه صح، تقريبًا أنا كنت باخد في طياب الصاج من ساعة إلّا ربع لساعة. يعني عايزة أقول لكم أنا فضلت صاحية للصبح على ما طيّبت ال4 صِجان، أنا عجنته بعد صلاة التراويح وقطّعته وخبزته وخلّصته كانت الساعة 5:30 الصبح، وبسم الله ما شاء الله لإني مطيّباه صح هو أخد معايا وقت في الطياب. شايفين الكحكة الملبناية سايحة من جوّه أهي، وطايبة ومستوية ما فيهاش كحك طري ولا أي حاجة، والكحك بسم الله ما شاء الله دايب دوب زي ما بيقولوا. أنا بصراحة إكمنّا كنا خلاص صُمنا، لو إحنا كنا فاطرين كنت كسّرت بقى وكلت، بس إحنا كنا خلاص صُمنا وبدأت بس يعني إيه أنا ما أكسّرش أوي. حطيته على الصينية كده لإن ما ينفعش إن أنا أحطه في الجردل أو السطل، ما تحطوش في كراتين، حطيه في سطل أو في جردل عندِك علشان بيحافظ عليه من الرطوبة وبيعيش معاكِ أكتر وقت ممكن. ده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه وطلعتوا منه ولو بمعلومة صغيرة، والسلام